يقول السائل: رجل أدى المناسك ما عدا طواف الوداع ثم خرج إلى خارج مكة لمدة شهر ورجع، فما حكم حجه؟ وهل يصح منه طواف الوداع؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الواجب على من أراد الخروج عن حدود الحرم إلى مثل جدة، مثل الطائف ونحو ذلك مما هو خارج حدود الحرم أن يودع إذا أراد الخروج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. وإذا رجع بعد ذلك إلى مكة يرجع كسائر الداخلين إليها ممن لا وداع عليه. إذا أراد الانصراف انصرف بغير وداع بعد أن ودع لخروجه. هذا يقصر فيه كثير من الناس، فإنه يعزم مثلا أو تكون له الحاجة إلى جدة أو الطائف أو بحرة أو تلك الأمكنة خارج حرم مكة، فيخرج باعتبار أنه ما يريد السفر، يريد أن يذهب ثم يعود وقد خرج عن مكة وما ودع. أليس الطائف إذا أراد أن يذهب طائف يرجع إلى الطائف يودع؟ وصاحب جدة كذلك، وسائر من هو في خارج مكة يودع. فالخارج إليها سواء كان من تلك البلدان التي هي في خارج الحرم أو كان أراد الخروج إليها يودع في الحديث المذكور. ومع ذلك لو رجع وودع لا بأس، يجزئه ذلك. وطواف الوداع ليس من شروط صحة الحج، هو واجب مستقل يسقط بالعذر، مثل امرأة نفساء، امرأة حائض، جعلوا آخر عهدكم بيت، لأنه أمروا أن يجعلوا آخر عهد بيت لأنه خفف الحائض مثلها النفساء. وهكذا المعذور الذي لا يقدر على القيام بذلك، لا يستطيع القيام بذلك، فإن المعذور يأخذ ترخصات كثيرة في عديد من الواجبات، مثل المبيت بمنى. كان يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة ولأهل السقاية. وفي مزدلفة أيضا المبيت بها واجب، ورخص لأهل للضعفة. والرخصة لا تكون إلى نقلة من واجب إلى مباح، الرخصة لا تكون إلا من واجب، ومع ذلك رخص لهم للعذر. وكذا في هذا الموضع المعذور بمرض يشق عليه، يعني لا يرجى برؤه في مدة ينتظر كما ينتظر طهر الحائض حتى يؤدي الوداع، لا يذهب، سافر حكمه كما سبق. أما إن كان المرض فيه يرجى برؤه، مرض طارئ بحيث أنه ما استطاع اليوم وغد ما كان يمكن يعالج في خلال وقت، يعني ماذا فيعالج فيطوف، ينتظر. إلا إذا كان الانتظار يفوت على الناس ويضرهم، يفوت عليهم الرحلة، يفوت عليهم الركاب، امرأة مثلا يعني السكن جماعي، لو خرج الناس لأغلق السكن، ما يبقى معهم سكن ولا يستطيعوا المبيت في غير ما كذلك المكان، هذا مشقة. مثل هذا قد لا يستطيع، إذا لم يستطيع سافر. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.